فيلم مادام ويب، فيلم كوميك بوك سوبر هيرو مارفيلي جديد كالعادة، فيلم من أفلام سوني اللي خلاص اتعودنا عليها، أفلام لايف أكشن سيئة جدا وأفلام أنيميشن عظيمة جدا ما تفهمش ايه السبب. طبعا فيلم البطلة خارقة يبقى مفيش أفضل من إننا نجيب مخرجة مسلسل جيسيكا جونز تخرج لنا الفيلم ده، وهي اس جي كلاركسون. ما شاء الله عاملة تحفة سينمائية. الفيلم واخد تصنيف PG-13 صالح للمشاهدة العائلية، مدته ساعتين. قصته قصة عادية جدا. عندنا شخصية كاساندرا اللي بتشتغل باراميديك أو مسعفة بتنقذ حياة الناس من الحوادث والكلام ده. كاساندرا بشكل عام شبه جيسيكا جونز جدا، شخصية انعزالية واقعية، ولكنها دايما بتكون موجودة على هامش الأمور، ولكنها في يوم بتحصل لها حادثة بتغير حياتها جدا، لأن بعدها بتلاحظ حاجات غريبة، بتبدأ تشوف المستقبل أو بتلاحظ إنها بتتوقع إيه اللي هيحصل كمان شوية. قوة روشة جدا ولكنها قوة عظيمة، والقوة العظيمة بتأتي معاها المسؤوليات العظيمة. كاساندرا مطلوب منها تنقذ حياة 3 بنات مراهقات من شخص شرير عاوز يموتهم لسبب ما، فهل كاساندرا هتقدر توقفه وتحميهم؟ وايه هو مصدر قوتها الخارقة دي؟ وازاي هتعرف تتعامل معاها؟ القصة حلوة ولكن مشكلتي كلها في التنفيذ. التنفيذ سطحي جدا. كان في شوية افكار حلوة الفيلم بدأ يطرحها في النص الاول، ولكن جه في النص التاني بدأ يكروتها عادي جدا. تقريبا الدراما في الفيلم ده منعدمة تماما، مفيش اي عمق، مفيش اي سبب يخليني اتعلق بالفيلم او افتكر احداثه. بس ارجع واقول، انت عاوز ايه من اي فيلم سوبر هيرو؟ انت عاوز تستمتع بوقتك، انت عاوز تتفرج على قصة تنسيك همومك شوية وتطلع. مادام ويب بيقدم لك ده نوعا ما. بطلة خارقة في الأول بتكون واحدة عادية جدا زي أي حد، ولكن في يوم بتبدأ تلاحظ إن عندها قوة خارقة، فبتبدأ تستكشف قدراتها واحدة واحدة. عندها تاريخ أو ماضي الفيلم بيكشف لنا عن هويتها وإزاي حصلت على قوتها الخارقة دي، وفهمنا من التريلر إنها حصلت على قوتها من خلال أمها، والتريلر طبعا كان حارق الفيلم كله اساسا. في الاول بتبقى مش عارفه تتحكم في قدراتها بنسبه 100%، ولكن بيظهر فيلن جديد طبعا بيبقى حبكه ان هو يظهر في الوقت ده بالذات اللي حصلت فيه على القوه الخارقه بتاعتها، عشان يبقى عندنا فيلم وكده. ومن خلال الصراع بينها وبينه بتبدا انها تمارس القوه الخارقه دي، فبتاخد خبره مع الوقت، بتتطور ومهاراتها بتبقى اقوى واسرع. ده شفناه بالظبط في فيلم انت مان، قصه تقديم بطل خارق لاول مره، ولكن طبعا انت مان افضل بكتير. انا بعشق نوعيه القصص دي لان بيكون امتع حاجه فيها هي لحظه اكتشاف بطلنا للقوه الخارقه بتاعته. دي بتكون فيها الاثاره كلها. اي قصه عموما بتكون امتع حاجه فيها هي البدايات، زي ايرون مان 2008، سبايدر مان 2002، باتمان بيجنز 2005 باين. لكن فيلم مادام ويب عنده مشكلة سطحية غريبة جدا. القصة حلوة لكن التنفيذ فيه حاجة غلط. طبعا انا عارف مدى صعوبة صناعة الافلام عموما، بس حقيقي ما اظنش ان كان في كاتب قاعد يكتب القصة دي قد ما حاسس انهم جايبين القصة كلها من ChatGPT. الحوارات بين الشخصيات من اسخف ما يمكن، كلام ما بيتقالش في الواقع. يعني اتقابلوا في يوم، اليوم اللي بعده على طول بقوا عيلة فجأة، زي كأني لسه متعرف على واحدة ما بقاليش 5 دقايق وبعدين فجأة بحبك. حوار مش مكتوب من بني آدم نهائيا، ده ChatGPT وش النسخة المجانية مش المدفوعة كمان. 3 شخصيات عاملين دور 3 بنات مراهقات. من المفترض يعني ان الفيلم بيحاول يستهدف جين زي، ولكنه استهداف من أسوأ ما يمكن. جين زي ذات نفسه لما يتفرج على الفيلم يقول لك ايه الهبل ده، احنا عيال صغيره بس مش للدرجه دي. فيلن كويس مقبول، عنده دوافع، عنده مبررات، متفهم ليه عاوز يقتل ال3 بنات. اي حد لو في مكانه هيكون عايز يعمل كده عادي. ولكن اداء الممثل واللي هو طاهر رحيم سطحي جدا، عامل اكنه شخص شرير غاضب مكشر طول الوقت. احنا زهقنا من الاسطمبه دي من زمان جدا. واخيرا مشاهد الاكشن. بصراحه لو هدي سبب واحد يخليك تدخل الفيلم ده في السينما فانا هقول الاكشن. في عدد معقول من مشاهد الاكشن، بعضها سيء وبعضها عادي جدا، ولكن في كام لقطة عجبوني بصراحة. فيلم مش معمول بحب، ده فيلم من نوعية الافلام اللي
تحس فيها ان المخرج كلم المنتج قال له عايزين نعمل حاجه سوا علشان ندفع اقساط العربيه، وجابوا كاتب كحيان يكتب القصه وسارقها من شات جي بي تي، ومنتج الفيلم عند شركه دعوه اعلان مش استوديو، وارمي يا باشا في السينمات على امل ان يبقى في جزء تاني. وبالمنطلق ده فانا لا مش مستني اي اجزاء تانيه خالص، وبشكل عام ما عنديش اي ذره شغف لواتيفر العالم السينمائي اللي سوني بتحاول تعمله ده. المفروض في فيلم كمان هينزل السنه دي اسمه كريفن ذا هانتر، مستوى ترقبي ليه 0%. هل سوني عندها نيه انها تعمل زي عالم سينمائي كده زي افنجرز، ان هي تجمع سبايدر مان وموربيوس وفينوم ومادام ويب وكريفن ذا هانتر والجو ده؟ ما اظنش. فيلم مادام ويب تقييمي ليه 4/10. وبس كده، دي كل حاجه عندي الفيديو ده. ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر التنبيهات، واشوفكم في الفيديو اللي بعده.